عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص عيد الأضحى بقى قرب اهوت على الابواب، فاضل له ايام بسيطة. عملنا مع بعض النهاردة الرقاق اهو، الرقاق الناشف اهو. بسم الله ما شاء الله، طلع تحفة معايا. 3 كيلو دقيق عملوا معايا كمية رقاق كتيرة جدا جدا اهي. انا سألت على الكيلو لقيته ب40 جنيه، فقلت ب40 جنيه على ايه؟ طب ما انا اجيب الدقيق واعمله في البيت، مش صعب ولا اي حاجة اهو. ولادي عملوه معايا بسم الله ما شاء الله، جميل ومقرمش وحلو قوي اهو. عايزاه طري طبعا بتطلعيه وبتحطيه في فوطه نظيفه او في حاجه نظيفه، بيفضل طري معاكي، لكن انا عايزاه ايه؟ ناشف كده اهو. عملت بقى منه ما جبناش لسه بقى اللحمه طبعا، كل سنه وانتم طيبين. اللحمه المفرومه عملت منه الرقاق باللبن اهوت، قطعته وحطيت عليه السكر بقى. هحطه ايه اهو، هحط اللبن على الرقاق اهو يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بيتاكل كده، بيتاكل بلحمه، باي طريقه تحبيها بتعمليه بيها. هحط بقى ايه على وشه الفانيليا اهو، يبقى طعمه تحفه. هحط ايه؟ جوز الهند. كملوا بقى الفيديو يا حبايبي، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم. تاني يا حبايبي بقى، انا معايا الدقيق بتاعه اهوت، انا نخلاه اهو زي الفل. طبعا زي ما احنا عارفين اي معجنات طبعا بننخلها الاول. معايا ذره ملح اهي بين صوابعي كده اهو. معايا بقى الميه اللي هنعجن بيها، طبعا هي ميه من الحنفيه اهي، يعني مش دافيه ولا اي حاجه ولا ساقعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بقى الميه بالتدريج كده وهبدا اعجن العجينه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مش هحط الميه كلها علشان ايه؟ محتاجش دقيق. طبعا لازم نعجن العجينه كويس قوي علشان ناخد منها ايه؟ نتيجه كويسه. يعني انا كده بقالي يجي حوالي 10 دقايق عماله ايه؟ اعجن فيهم كده. رجعت لكم تاني يا حبايبي، بصوا العجينه بقت عامله ازاي اهي، بقت تحفه اهي. لمت معايا من البوله ولمت من ايدي اهي. تعرفي ان نتيجتك عجينتك كده ناجحه وجميله اهي. شوفوا العجينه شكلها عامل ازاي. خلاص كده بقى لمت معايا هنا. هنسيبها بقى ترتاح على ما اقوم اصلي المغرب، وهغطيها وبعدين ايه ابقى اجي بقى نقطعها مع بعض. رجعت لكم تاني يا بنات اهي. العجينه بتاعتي ريحت كده حوالي ساعه اهي، بقت بالشكل ده. بدات بقى ايه؟ اقطع فيها اهي. طبعا بنقطع الحجم اللي انت عايزاه، الرقاقه كبيره صغيره براحتك اهي. انا بقطعها الحجم ده كده اهو، بقطعها بالشكل ده اهو كده. هنقطع برضو بقيه العجين بتاعنا بالشكل ده حبايبي، وبعد كده هنسيبها برضو تريح شويه. هنسيب الكور دي تريح برضو شويه عشان تفرد معايا بسرعه وايه وانا بفردها اهي. ده بقى حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما قطعنا العجينه مع بعض وقعدت كده حوالي ربع ساعه كمان على ما ارتاحت. بدات بقى ايه؟ افرد فيها اهي. طبعا ايه؟ ما ارتاحت بتساعدك كتير في ان العجينه تتفرد معاكي بسهوله
اهي، ولا في صعوبة ولا في اي حاجة. نحطها بقى هنا على الصينية، نحطها بقى هنا على ما اعمل ايه واحدة كمان. بفردها بقى بالفردة دي شوية كده الاول. اهي بتفرد معايا على طول ازاي اهي، ليه؟ لاني ايه ريحت العجينة شوية. بعد كده بقى بجيب الفردة الكبيرة دي او النشابة اهي، بالشكل ده كده. بحط طبعا شوية دقيق كده علشان ما تلزقش معايا في النشابة، العجينة ما تلزقش في النشابة. شفتوا بقى سهولة اكتر من كده. اهي فردت معايا اهي في منتهى السهولة اهي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ الرقاق اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبايبي خلاص اهو نسوي الرقاق اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. شفتوا الرقاق وجماله اهو. الرقاق طالع جميل جدا جدا جدا. اللي ما عندوش فرن زي ده يعمله على البوتاجاز من فوق، مفيش اي مشكله، بيطلع جميل جدا. يسويه ويحط صينيه، يعمله ويفرده ويحط صينيه ويسوي عليها، هيبقى جميل برضه. اللي ما عندوش فرن زي ده كده اهو. بسم الله ما شاء الله. حبايبي الكميه اللي وصل معايا دلوقتي ما ينساش اللايك يا حبايبي اهو.